أستاذ ربيع الهبر، أهلا بكم إلى حديث دوت أورج. أهلا فيك. ميرسي. بداية، مشهد مقتل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، كيف تقرؤونه؟ لأنه النظريات عم تكتر. شيء بيقول هناك قد تكون هناك يد للموساد، شيء بيقول أنه لا، هو حادث بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب عطل تقني بالطائرة، شيء بيقول لا، هذه أمور داخلية بإيران. شو رأيك؟ ليكي هلا انه هيدي بلد 212 هي طياره قديمه كتير. هلا ماني خبير انا بسلاح الجو بالنقل الجوي، بس البلد 212 معروف انه طلعت 68 واستعملت بحرب فيتنام. الجيش اللبناني كان عنده منهم هودي ودمروا خلال الحرب سنة 1990، واصلح الجيش وحده منهم. ولابد انه هودي يكونوا طيارات قديمه، بس يفوتوا بالضباب يعني بيصيروا بوضعيه ريسكي. حتى نحن بسنه 73 اذا بذكر صار في هبوط لطائره، سقوط لطائره ومات فيها، فيها استشهد فيها رئيس الأركان بوقتها. فهيدي يعني بتصير الملاحة مش بالانستروما، بتصير الملاحة نظرية يعني بتعتمد على البصر وبصرية. يعني هي الحرف الكلمة الحقيقية هي كلمة البصرية. فينتفي الدور التقنيات. ومن الممكن انه يكون يعني انا ارجح أغلب نظرية سقوط الطائرة بسبب حادث. أستاذ ربيع، كان في اثنين هليكوبتر أخريين غير اللي وقعت، إنه مش شوي نعم. هيك صدفة؟ يعني العالم عم تسأل، إنه مش صدفة إنه طائرة الرئيس ووزير الخارجية هي اللي تتعرض للحادث واثنين ينجوا؟ بلا هي صدفة، وكان في كمان الصدفة انه توقع ثالث طيارة او اول طيارة او الطيارة الثانية. ما بتعرفي كيف بتصير الصدف. ولانه هيدا حادث ثابت انه طيارة الرئيس. نحن كان في عندنا مشهد هون صار وقتها سقوط الطائرة الاثيوبية. وقت سقطت الطائرة الاثيوبية انا بذكر كتير منيح انه جمعوا كل المسؤولين. الرئيس بري، بعتقد كان الرئيس ميقاتي رئيس مجلس وزراء، وكان الوزير زياد بارود وزير الداخلية، ووزير الدفاع، راحوا طلعوا كلهم بطيارة هليكوبتر سيكورسكي فانية بالية قديمة، وعملوا فيها جولة فوق البحر لتفقدوا أعمال الإغاثة. بوقتها لو سقطت هيدي الطيارة شو كان صار؟ يعني كان المشهد مخزي، انه يطلعوا كل المسؤولين بطياره واحده. ونفس الشيء صار بايران، ولسوء الحظ انه وقعت طياره فيهم وقتلوا كلهم، قتلوا كل ركاب هيدي الطياره. وانا كنت على يقين انه مش يطلع حدا طيب منها، من هيدي الطياره، لانه سقوط هليكوبتر عاده هو سقوط يعني لا ينجو منه احد، لانه هي طائره عموديه وتصطدم ترتطم بالارض بشكل كتير كبير. فمنشان هيك يعني انه انا بعتقد انه هيدا حادث، وحادث مثل يعني بيندرج ضمن الحوادث المماثلة. يعني حتى ما سمعنا عن المسؤولين الإيرانيين أي كلمة أنه سننتقم أو سنرد أو شيء، لأنه هن على يقين أنه هذا السقوط كان سقوط بسبب حادث مؤسف، قضاء وقدر. أستاذ ربيع، هل سيؤثر هذا الحادث على مجريات الحرب في غزة؟ أول ما أثر هذا الحادث هو وقف عملية التفاوض النووي على الإنتاج النووي بإيران، المفاوضات النووية. ولن يؤثر على شيء، لأنه هذه الدول كبيرة، والدول الكبيرة لا تتأثر برئيس ولا شيء. دغري تحدد تاريخ لانتخابات بالرئاسة عقبالنا نحن. بالأزمات الدول الكبيرة بيحكمها الدستور، وتركن إلى الدستور والقوانين المرعية الإجراء. ستستمر الحياة الدستورية بإيران مثل ما كانت، وسيستمر العمل وتصريف الأعمال كالمعتاد وكأن شيئا لم يكن. أكيد يعني وقعت إيران بأسبوع من الشلل، ولكن لن يعيق ما يجري في الخارج وما هو مرتبط بإيران على الصعيد الإقليمي والدولي.
طيب ولكن كثر اليوم ينظرون إلى أن خسارة حسين أمير عبد اللهيان على رأس الدبلوماسية الإيرانية خسارة كبيرة. إذا قلنا الرئيس والمركز الرئاسي ستستمر الأمور كما هي، ماذا عن السياسة الخارجية وعن مكان حسين أمير عبد اللهيان؟ من يعني هل هناك من سيقدر أن يملأ هذا المكان؟ أكيد في عدة أشخاص مرشحين على ملء المكان. حسين أمير عبد اللهيان نسج علاقات قوية مع وزراء الخارجية ومع وزرائه ومع الدول الأخرى، وهو ذات شخصية محببة كانت، شخصية جيدة ومقبولة من الأطراف يعني، وقادر على التفاوض. هلا ما راح يأثر هذا الشيء مثل ما عم قل لك، لأنه هيدي دولة عندها استراتيجية، وعندها هيدي الدولة خطط دائمة ومستمرة، وما بتشتغل بأشخاص. هي تعمل وفق إيديولوجية مستمرة وإيديولوجية حتى تحقيق يعني الرؤية تبعهم. فلن تتأثر الدبلوماسية الإيرانية بغياب وزير خارجية أو غياب رئيس. هيدي أمة بكل معنى الكلمة، وعادة الأمم تكمل بغض النظر عن أسماء الأشخاص أو إداء الأشخاص أو طريقة الأشخاص، لأنه كلهم بيشتغلوا وفق منهجية وإيديولوجيا موحدة. أيضا العلاقة مع حزب الله بين إيران وحزب الله لن تتأثر برأيك؟ كمان في لن يتأثر شيء، خاصة العلاقة بين حزب الله وإيران التي هي علاقة راسخة وقديمة منذ نشأة حزب الله بلبنان سنة 82، وحتى العام 2024 ولل 2030 رح تبقى العلاقة بين حزب الله وإيران كما كانت ستبقى، ولا تتأثر بأي شيء هذه العلاقة. بس أستاذ ربيع، بالانتخابات النيابية الأخيرة البرلمانية بإيران كان في شوية لغط حول النتائج وحول هيك، يعني انحطت علامات استفهام وبين إنه في معارضة منا هينة بإيران. كل هذا المشهد اليوم ما بيأثر على مجريات الأمور؟ في سلطة قابضة بإيران، وسلطة قوية، وسلطة بطاشة، وسلطة تعمل بإيديولوجيا تيوقراطية يعني الحكم للقائد الأوحد والحكم للدين وللعقيدة. هذه السلطة الديمقراطية التي تعمل بوفق الشريعة الإسلامية الشيعية لا تتأثر بأي عوامل خارجية، وهي قابضة على زمام الأمور بشكل كامل، مع أنه قطع كذا سايكل على الحياة الدولة الإسلامية، ولكنها لا تزال صامدة وقوية جدا جدا جدا. وهلا عم بتشوف أقوى مراحل وجودها. نحن اليوم نشهد على سياسة التوسع للإمبراطورية الفارسية الجديدة، ونشهد على التطور التقني. كنا من إيران المستهلكة قلبنا إلى إيران المنتجة، وهذا دليل أنه إيران قوية جدا جدا جدا. والعلاقة بين حزب الله وإيران وباقي القوى التي تساند إيران في المنطقة ستبقى هي لا بل يعني تلتصق أكثر بإيران. ماذا عن المشهد الإقليمي بشكل عام؟ إلى أين نحن نتجه؟ هلأ مثل ما حضرتك قلت لي إنه المفاوضات ربما نووية قد توقفت أو هدأت أو يعني خفت وجهها بسبب الحادث اللي حصل، ولكن ماذا عن المشهد ككل؟ إطلاق النار في غزة، حرب غزة وما ستؤول إليه الأمور، وماذا عن التسوية الكبرى في المنطقة يلي كانت عم تحاك قبل طوفان الأقصى؟ ليك أنا لا أريد أن أعود وأكرر نفسي مرارا وتكرارا. الحرب بغزة هي بداية الحرب الإقليمية، نحن بعدنا بداية الحرب. نحن ب7 أكتوبر انتقلنا من مرحلة السلام إلى مرحلة الحرب، وهذه الحرب ستستمر، وهذه الحرب طويلة الأمد. والمنطقة على شفير حرب كبرى تبدأ من مصر وتنتهي في تركيا، وستشمل ممكن أن تشمل جميع هذه البلدان ما لم تأتي تسوية، ما والتسوية لما يعني مؤجلة وغير منظورة
قطع الزمن عليها. يعني ما بقى نحكي بتسوية وأنه في تسوية تحاك في المنطقة، بالرغم من اللقاءات الأمريكية الجانبية مع إيران لبحث أمور أخرى وغير مرتبطة بالساحة الحماسية الغزوية. فمن هيك أنا اللي بدي أقول لك إياه، نحن لا نزال بعيد عن تسوية كبيرة بالمنطقة، ما قد يؤدي إلى أنه يدفع لبنان ثمن هذه التسوية، وثمن ثمن اللا تسوية، وثمن الوضع المتفجر في المنطقة. ندفع ثمن اللا تسوية كيف؟ توسع للحرب عنا من الجنوب لتكون حرب شاملة، أو بملف رئاسة الجمهورية أنه طول الفراغ؟ بكل شيء، بانهيار الدولة، بعدم تجدد السلطات الدستورية، بعدم وقوف لبنان من جديد على إجراه، بعدم يعني بس نحكي أنه ما في رئيس، يعني ما في صندوق نقد، يعني ما في إعادة دمج للمصارف وخطة نهوض اقتصادي. ما لم يعني ترجع المصارف توقف على إجرائها، نحن أمام مشكل حقيقي، وأمام عدم قدرة على استمرار الدولة بلبنان، وهذا أمر خطير. في عنا شيء جديد بالملف الرئاسي أستاذ ربيع بعد حراك الخماسية، وهذا أكيد أكيد عندنا تأكيد جديد أنه ليس هناك تقدم في الملف الرئاسي، وعدنا إلى ما تحت الصفر. كنا بالصفر، رجعنا صرنا تحت الصفر بالملف الرئاسي، لأنه صارت اللجنة الخماسية أكيدة أنه لا أحد يستطيع خرق هذا الجدار الصخري البطوني المسلح، يلي يعني من المستحيل أن نذهب إلى رئاسة جمهورية لم يتغير النظام والدستور والقانون الأساسي بالبلاد. بدنا تسوية أو حرب إقليمية أو حرب داخلية تطيح بأحد الأفرقاء بشكل كامل، لكي نستولد رئيس جديد. كنت بوقت سابق سؤالي الأخير أستاذ ربيع عن الوضع الأمني هذا الصيف. المغتربين بلشوا يوصلوا، نعم. وهيك حضرتك كنت عم تتحدث عن أوضاع أمنية قد لا تكون مستقرة عفوا. ماذا عن الوضع الأمني هذا الصيف؟ أنا ما حكيت ولا مرة عن أوضاع أمنية، قلت الجنوب المتفجر قد يقود إلى لبنان متفجر. أنا عن اغتيال، إيه. صح؟ نعم. تحدثت معي أنا بوقت سابق عن اغتيالات، وأنه عن معلومات حول اغتيالات لأهل. قديمة القصة، قديمة عمرها 9 أشهر. هلا الأوضاع الأمنية بالداخل مضبوطة بشكل كامل، وليس هناك أي خوف. خلين يجوا المصطفين، ما بيصير شيء إلا إذا صار في حرب إسرائيلية أكبر على لبنان. كل يوم بيهددون المسؤولين الإسرائيليين. قد يكون هذا التهديد صحيح وقد لا يكون، ولكن الأوضاع في الداخل اللبناني ما في شيء، وممتازة، والأمن مضبوط أكثر من. والخطة الأمنية اللي عملوها عملت تخفيض كبير بمعدل ومستويات الجريمة والهولد أب والسرقات وإلى أنا آخره. الوضع الأمني يا أستاذ ربيع أكيد بقصد فيه الحرب الإسرائيلية. طبعا الحرب الإسرائيلية أكيد من الممكن أن تتطور، ومن الممكن أكثر أن تبقى على هذا الواقع ما لم تحرز إسرائيل تقدم على جبهة رفح وتكون قادرة على السيطرة على غزة ورفح. لن تأتي إلى لبنان، ما عندها القدرة. نعم، شكرا لك أستاذ ربيع. يا هلا، أهلا أهلا. أهلا جريس.